هو ليه بقى في انواع حلل كتير جدا، والعروسه المفروض تجيب ايه من الانواع دي، وايه الصح وايه اللي يتجاب وايه اللي ممكن كمان نستغنى عنه؟ في الفيديو ده انا هوضح لكم كل حاجه والفرق ما بين كل الانواع دي، والعروسه المفروض تجيب ايه. بس اتمنى الاول نعمل لايك ونعمل شير للفيديو ده لانه مهم جدا، وتقريبا كل العرايس والامهات بتدور على النوعيه دي من الفيديوهات. اول حاجه معانا واهم حاجه في رتم الحلل هو طقم حلل الجرانيت. طبعا طقم حلل الجرانيت كويس جدا. طب ليه بقى طقم حلل الجرانيت كويس جدا؟ اول حاجه عشان خاطر الوانه كتير جدا، ودي حاجه يعني بترضي كل الاذواق وبترضي كل البنات. زائد بقى ان الوانه حلوه جدا. هو طقم حلو جدا وسلس جدا في توزيعه للحراره. يعني لو عروسه لسه مبتدئه حتى ملهاش في الطبخ قوي، فالجرانيت اكتر طقم هيخدمها. طبعا وهنا جرانيت مش معنى ان هو جرانيت اللي هو بتاع الارض بتاع الرخام، لا، هو جرانيت لان هو معمول من طبقه الومنيوم، من يعني البودي ده الومنيوم، لكن هو عليه ماده طلاء معموله من الجرانيت. وهي اسمها جرانيت عشان خاطر شبه الجرانيت بتاع الارض. يعني هي دي ماده كيميائيه بتتعمل كده خلطه، وعلى فكره هو صحي جدا كمان. بيبقى شبه الجرانيت بس الوانه كتير جدا. فهو حلو جدا لكل العرايس لان توزيعه للحراره حلو قوي. زائد ان الجرانيت بيسخن بسرعه جدا وبيبرد بسرعه جدا. فلو عروسه حتى عارفه او حافظه او لسه بتتعلم الطبخ، مجرد ما تولع عليه والاكل فيه هيسخن بسرعه، ولما الاكل يستوي تشيله من على النار وتسيبه هيبرد تاني بسرعه. ودي ميزه حلوه جدا هنفهمها في حاجات تانيه. ده بالنسبه للجرانيت، عشان كده احنا بنقول هو اهم طقم. اما مثلا تاني طقم معانا العروسه عايزه تضيفه، هنقول دلوقتي بقى طقم التيتانيوم. لكن هو ما كانش متوفر قبل كده. لكن التيتانيوم من اللطقم الحلوه جدا. يعني احنا مثلا عندنا التيتانيوم اهو، ادي تيتانيوم وادي تيتانيوم. التيتانيوم حلو جدا بس في عيب. ايه هو بقى العيب بتاعه؟ ان الوانه مش كتير واذواقه مش كتير، وده مساحه مش كبيره للعروسه انها تنقي فيه اللي يرضي ذوقها. يعني ممكن تبقى الحله عاجبه جدا للعروسه بس لونها مش عاجبها، لان هو في الغالب بينزل بنسبه 90% اسود، او لون طوبي او لون خارجي بيبقى غامق وبرده من جوه اسود. طب ايه بقى التيتانيوم ده بديل عن ايه، وليه هو حلو وليه بدأ ينتشر؟ التيتانيوم حلو جدا لانه ماده صلبه جدا. التيتانيوم اصلا دي ماده صلبه بتستخدم في صناعه الصواريخ والطيران وغيره، فهي ماده صلبه. هما ما بيعملوهوش بالتيتانيوم بنسبه 100%، ده هما بيحطوا نسبه تيتانيوم قليله جدا جدا على الماده اللي بتستخدم في الحل عشان خاطر يبقى صلب، وعمره الافتراضي بيبقى طويل قوي، فبالتالي بيعيش مع العروسه قوي. فبيستخدم بيخدم بيه الجرانيت. طب التيتانيوم فيه ايه مميزات تانية يا رؤوف غير ان هو صلب؟ ان احنا ممكن نعمل فيه الاكل ونسيبه في التلاجة يقعد يوم 2 3 فما يبص وما يتأثرش. الاحماض والاملاح بتاعة الاكل ما تأثرش عليه زي الجرانيت. ايه ده يا رؤوف؟ يعني الجرانيت الاملاح والاحماض بتأثر عليه؟ ايوه طبعا بتأثر عليه، لان الجرانيت نسوي فيه الاكل بس، وبعد كده نشيل الاكل منه نحطه في علب ازاز او بلاستيك بي 5 صحيه ونحطها في التلاجة. لكن ما ينفعش نحط الحله في الجرانيت في التلاجة، لكن في التيتانيوم ينفع عادي جدا نحط الحله في قلب التلاجة يوم 2 3. بس توزيعه للحراره كويس بس مش احسن من الجرانيت. تمام، كويس بس مش احسن من الجرانيت. طب ايه المواصفات الناجحه اللي احنا نشتريها في الجرانيت او التيتانيوم؟ اول حاجه سمك الحل ما يقلش عن 4 مللي، ما يقلش عن 4 مللي. زائد ان احنا نشتري براندات ومن اماكن موثوق فيها، زي انا كده مثلا. يعني الناس اللي بتيجي تشتري من سنتر رؤوف بتشتري وهي مغمضه، وده فضل من ربنا عليا، لان انا لازم افهمك وانت بتشتري انت بتشتري ايه بالظبط، وانت بتدفعي فلوس بتدفعي في ايه، والفرق ابو مين ابو 2000 و3 و5 و10 ايه الفرق، وانت بيبقى ليكي حريه الاختيار. طب في عندنا اطقم بطلت تنزل او بطلت الموضه بتاعتها تروح، هي مش موضه بس هي اطقم ما نجحتش. زي ايه بقى؟ زي السيراميك. السيراميك كان فتره معينه بس ما نجحش، لان السيراميك اكتر طقم ما نجحش. لان السيراميك يا جماعه طقم على قد ما هو حلو والوانه حلوه بس بيتقشر بسرعه، وعمره الافتراضي مش طويل، او اي خبطه فيه بيتجرح. ده ليه بقى؟ لان الطبقه بتاعه السيراميك طبقه مش مرنه، بتبقى عامله زي الازاز، ممكن لما نخبطه بالتوزيع الاستانلس او غيره، او ممكن اي خبطه فيه بتلاقيها قشرت من جوه، بدات تتقشر. عكس الجرانيت بتبقى طبقه مرنه. يعني ممكن الجرانيت يتجرح بس على قد التجريح، لكن السيراميك ممكن الخبطه تلاقيها جرحته وزادت. عشان كده هو الطقم فشل في قلب السوق والناس رفضته، عكس التيتانيوم اللي نزل الناس قبلته وبقى عليه اقبال كبير جدا. طب ده بقى ينسينا التيفال؟ لا، ما ينسيناش التيفال. التيفال طقم حلو جدا بس في عيب،
ان احنا لازم نشتريه براند كويس جدا، ونشتريه تيفال 3 طبقات رش. طب احنا نعرف منين ده يا رؤوف؟ ده بترجع بقى لخبره البياع وفهمه وادراكه هو بيبيع لك ايه. يعني الطقم التيفال ده لازم يبقى طقم حلو جدا صحي جدا زي اللي انا ماسكه في ايدي ده. يعني ده طقم تيفال نوع، انا مش هقول انواع ولا اسامي لان انا النهارده بفهمك انت تشتري ايه. الطقم ده بضمان فعلي 10 سنين. ده ليه بقى بضمان؟ لان الطقم ده من انواع التيفال لما بيتجرح بيبقى اضراره كبيره. يعني التيفال عكس الجرانيت والتيتانيوم والسيراميك، التيفال لما بيتجرح بيبقى اضراره كبيره. بس التيفال ده طقم حلو جدا لانه تقريبا بيدي طعم للاكل وبيدي مذاق للاكل، زائد ان التيفال مش سهل انه يبرد لكن سهل انه يسخن. يعني انت لو عروسه عملت فيه الاكل وسبتيه ما استواش وركنتيه على الرخامه هيفضل سخن ومحتفظ بدرجه الحراره فيكمل سوى. الكلام ده مهم جدا، الكلام ده مش فتي مني. تقدروا تخشوا على جوجل او غيره وتبحثوا هتلاقي الكلام ده علمي من خبراء في التصنيع وخبراء في الطبخ. بس انا بقرا الكلام ده كله وبعرفه، وكمان بعمل ايه يا جماعه؟ بطلع في فيديوهات بقولها لكم بكل السهوله، لان انا حابب ان انا اساعدكم عشان خاطر وانت بتشتري تبقى انت فاهمه ومدركه. طب يعني يا رؤوف انت برضو توهتنا، نشتري ايه من كل الالوان اللي قدامنا دي ونشتري ايه برضو من كل اللي في السوق؟ انا هقول لك تشتري ايه. هتشتري اول طقم هتشتريه اساسي هو طقم حلال الاستانلس اهو. طقم حلال الاستانلس. طب ليه الاستانلس؟ وليه الاستانلس اساسي يا رؤوف؟ ده اساسي واساسي قوي كمان، لان الاستانلس اللي طالع الجديد بقى بمواصفات ناجحه جدا. يعني الاستانلس بقى يعملوا فيه تخانه قاعده عاليه جدا، ودي ما كانتش موجوده من فتره يعني بعيده. عايز اقول لكم من 2018 تقريبا بداوا يغيروا صناعه الاستانلس في الحلل وبقى بيعملوه بقعده وتخانه عاليه جدا، لدرجه ان انت ممكن تسوي كل انواع الطبيخ في الاستانلس، لدرجه انك ممكن تعملي فيه رز بس تشتري 18 على 10 وجودته 304. الاستانلس مش بس بقى ناجح في الطبخ، ده ناجح جدا في السلق ان انت تسلقي فيه اللحمه والفراخ وغيره، وطقم تعتمدي عليه 24 ساعه في مطبخك. طب تاني طقم واساسي برضه هو معانا طقم الجرانيت. طب ليه؟ احنا قلنا ليه؟ قلنا لان الوانه كتيره جدا وسهل في توزيع الحراره، فدي حاجه حلوه جدا لكل عروس، بيسخن بسرعه وبيبرد بسرعه. اما تالت طقم معانا بنختار ما بين طقم من الاثنين، مش هنجيب 3 اطقم، احنا مش هنجيب الطقمين مع بعض، لا احنا هنختار يا التيفال يا التيتانيوم اهو، يا التيفال يا التيتانيوم. اللي فاهم تيفال كويس وبيعرف يطبخ ومدرك وعارف يعني ايه تيفال هيشتري تيفال، دي نصيحه مني. لكن كعروسه لا تشتري تيتانيوم. يعني احنا كده معانا كام طقم اساسي للي يقدر يجيب استانلس وجرانيت وتيتانيوم. طب اللي ما يقدرش وعايز يجيب طقمين بس يجيب استانلس وجرانيت. ادي دي كل حاجه من الحلل من الالف للياء. نعمل لايك ونعمل شير ونعمل اشتراك في القناه واعجاب بالصفحه عشان خاطر يوصلكم كل جديد وتشوفوا كل حاجه في عالم المطبخ وفي عالم الادوات المنزليه. كان معاكم رؤوف يوسف، سلام.